السلام عليكم متابعينا الحلوين، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. اليوم رجعت وياكم وراح نسوي مع بعض طريقة أطيب دونات بطريقة جدا سهلة وجدا بسيطة. ابقوا وياي حتى تشوفون الطريقة. طبعا بالبداية أحتاج بيضة واحدة، وراح أضيف عليها 3 ملاعق كبار من السكر. طبعا راح تطلع كمية كلش كبيرة، راح تشوفون بيضة واحدة شقد سوينا. وخليت عليها رشة ملح، وراح أخلي عليها خميرة، وراح أخلي عليها بيكنج باودر. طبعا كل واحدة ظرف واحد فقط، مو هواية يعني. طبعا هاي طريقة كلش سهلة وكلش بسيطة، وأعتقد كل المواد متوفرة بجميع البيوت، وطعمها كلش طيب. راح تشوفون بالنهاية شقد هي هشة وأطيب بعد من الماركتات اللي نشتريها بالماركتات. هنا أنا راح أضيف ملعقة كبيرة من الزبدة، وراح أضيف ملاعق 2 كبار من الزيت العادي، وراح أضيف همينة كوب 2 كبار من الحليب. طبعا الحليب شوية يكون دافي مو هواية. راح نخلط جميع المواد ويا بعض حتى نخليهم يدمجون شوية ويا بعض، حتى نضيف الطحين عليهم. طبعا أنا ضفت طحين كله ويا بعض، يعني ما سويت بالتدريج. انتو تقدرون هم تسووها بالتدريج، يعني جدا عادي ماكو أي إشكال. بس أنا ضفت كل الطحين ويا بعض، يعني 4 أكوابا. وبعدين ظليت أخلط بيهم كل الزين، ولحد ما عجنتهم، لحد ما شفت العجينة تماسكت وياي ظليت أخلط بيهم. شوفوا هيجي يصير قوامها لا كلش لينة ولا كلش ناشفة، لازم هيجي تكون. راح نتركها شوية ترتاح حتى نبلش نسويها. وهنا أنا بعد ما تركناها فد نصف ساعة ارتاحت العجينة وشوية اختمرت، يعني مو هواية. راح أبلش أفتحها. طبعا طريقة كلش سهلة وكلش بسيطة، ما يراد لها شي. يعني حتى إذا ما عندكم أي شي بالبيت، شوفوا أني شلون راح أعلمكم يعني بالقلاص تفتحوها. يعني إذا ما عندكم قالب خاص، طبعا أنا عندي قالب خاص بس استعملت هذا القلاص حتى أنتو يكون عندكم يعني طريقة شلون تقدرون تفتحوها وتقلوها. كلش سهلة وكلش بسيطة، والعجينة تكون يعني مو هواية سميكة ولا هواية رقيقة، لازم شوية تكون ثخينة حتى من نتركها مرة ثانية تختمر تكون شوية هيجي منفوشة، تصير مثل طوبة. هسه راح تشوفوها شلون، يعني أقصد بالنهاية. طبعا العجينة كلش ناسكة وكلش هيجي، يعني أحسها طرية، أقدر يعني بسهولة أفتحها وأقدر بسهولة أسوي بيها الشي اللي أنا أريد. والدونات اللي احنا نسويه بالبيت دائما يختلف عن اللي نشتريه من برا. دائما اللي نشتريه من برا نشوفه بطعم دهن شوية عتيق، مو مثل اللي انتي تسويه بالبيت تازة وتاكلي. لان صراحة اللي تسويه بالبيت نظيف وتعرفين ايش خليتي بيه وشنو هو طعمه، ولا حتى اكو بيه مواد حافظة ولا عندك تاريخ اكسباير. تقدرون يعني تاكلون منه أسبوع وهو مثل يعني أول يوم اللي سويتوه، يعني كلش طعمه طيب. شوفوا هنا أنا هسه فتحت هذا الفتحة اللي بالنص بالقبخ عادي مال دبية، يعني أي دبية اللي عندك تقدرين تفتحين بالقبخ مال دبية. طبعا طريقة مثل ما قلت لكم كلش سهلة وكلش بسيطة، يعني ما تحتاج تقريبا بين ما بلشت بيها وسويتها كلها تقريبا ساعة ونص، يعني مو أكثر. طبعا بعد ما فتحتهم هيجي وكملتهم راح اتركهم تقريبا في نصف ساعة همينة حتى يرتاحون ويصيرون هيجي يعني مثل طوبة، تكون يعني العجينة مختمرة كلش حلوة وماخذة راحتها، حتى من اجي اقليها تكون كلش حلوة. شوفوا بعد ما بقيتها نصف ساعة هيجي شكلها شلون انتفخت. هسه راح اخليها بالزيت وراح اقليها. طبعا الزيت يكون نار كلش هادئ بالبداية لحد ما اخليهم مع بعض، وبعدين راح اعلي شوية النار عليهم حتى يستوون من الداخل ومن الخارج، مو فقط تستوي من الخارج تبقى من الداخل تكون عجينة. يعني لازم النار مالتكم يكون هادئ من تخلوها بالبداية. وراح اظل بالاستمرار اقلب بيهم على وجهتين حتى يحتمرون يصيرون هيجي. وهنا أنا راح اخليهم يصفون من الدهن ويبردون على الآخر حتى أجي أزينهم مثل ما أنا أريد.
طبعًا الصغار قد ما حبوهم أكلوهم هيجي يعني بدون ما أزينهم بدون أي شي، حبوهم كلش يعني قبل أخذوا هيجي وأكلوهم. نقدر هنا أنا بس نخلي عليهم السكر، سكر البني أو سكر مع قرفة يعني حسب الرغبة. هنا أنا راح أجي أزينهم، طبعًا التزيين هو حسب الرغبة انتو شلون تريدون تزينون، تقدرون تزينون وشوفوا شلون طلعوا بالأخير، يعني صراحة شي كلش فاخر على الآخر وكلش طيبين كانوا. جربوا الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. وهسه همينة راح أشوف لكم إياها من الداخل شلونها شقد كانت هشة وشقد كانت طيبة بالفعل، طريقة كلش سهلة وبسيطة وكلش طيبة، راح يحبوها أولادكم وإن شاء الله تعجبكم. وأترككم بخير وسلامة وإن شاء الله أشوفكم بفيديوهات ثانية. مع السلامة حبايبي.